إصابة مرعبة لنجم نادي النصر في كلاسيكو الاتحاد. شهدت الدقيقة 49 من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير سقوط نجم نادي النصر أيمن يحيى على أرضية الملعب بعد تدخل من ظهير أيمن الاتحاد أحمد الجليدان عليه. يحيى فقد وعيه لبعض الوقت بعد تدخل الجليدان عليه، الأمر الذي تسبب في رعب زملائه في النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو. وظهر رونالدو وعدد من لاعبي النصر وهم يطالبون بدخول الجهاز الطبي للنصر سريعا في ظل فقدان اللاعب لوعيه. ونجح الجهاز الطبي للفريق النصراوي في معالجة أيمن يحيى وإفاقته ليستكمل اللاعب مجريات الكلاسيكو بعد ذلك.